السلام عليكم الإخوة، نتمنى كاملين تكونوا بخير وعلى خير. كما شفتوا اليوم في مواقع التواصل الاجتماعي نزلت واحد الشائعة اللي كتقول باللي الأم ديال اللاعب المغربي سفيان بوفال توفات، وبالتأكيد والتحقيق من هذا الخبر تبين بأن هذا الخبر مجرد إشاعة، وأن الأم ديال اللاعب المغربي سفيان بوفال في صحة جيدة، وهذا الخبر مجرد إشاعة. كما شفتوا الإخوان، شائعة مورا شائعة. لاعبي المنتخب المغربي اليوم شائعة على وفاة الأم لاعب مغربي سفيان بوفال، مع العلم أنها في صحة جيدة. البارحة شائعة على زكريا أبو خلال متزامنة مع حفل زفافه، وقبله شائعة على عز الدين الناحي الذي كانوا يقولون أنه تعرض لحادثة سير. هذه الشائعات اللي كينزلوا على المنتخب المغربي فهي شائعات لتسليط الضوء كما كنقولوا على دوك الناس وعلى دوك الصفحات اللي ما عندهمش مصداقية، وهذا نتيجة على النجاح الذي حققه المنتخب المغربي في المونديال الأخير. على العموم الخبر فهو خبر كاذب لا أساس له من الصحة، ونتمنى إن شاء الله من القدام المسؤولين يحاولوا يعاقبوا هاد الناس اللي كيقولوا هاد الشائعات هادو. وانتوما المتتبعين ديالنا انتظرونا ان شاء الله في الجديد، واللي جديد معانا يشترك ويفعل داك الجرس ويدير جيم الفيديو.